ازيكم؟ النهارده هكلمكم في الفيديو ده عن سؤال اتسألته كتير جدا، وهو ايه الفرق بين البروكر او الوسيط العقاري والمطور. والكلام ده طبعا من وجهة نظر السوق العقاري في دبي، ولكنه بيمشي مع اغلبية الاسواق العقارات في اي مكان في العالم بغض النظر انت فين. في البداية هعرفكم بنفسي. انا اسمي عمرو، بشتغل في السوق العقاري في دبي بقالي حوالي 3 سنين، ودلوقتي بشتغل مع مطور من اكبر المطورين في دبي. هبتدي بان انا طبعا زي ما انتم عارفين او اللي شاف معايا الفيديوهات اللي فاتت ان انا بدأت في السوق العقاري في دبي كوسيط، وده طبعا لان ما كانش عندي اي خبرة، فقررت ان انا ادخل السوق العقاري وان انا اشتغل في شركة ببلاش من غير اي مرتب. وطبعا ده كان الحل الوحيد قدامي. زي ما قلت لكم ما كانش عندي خبرة، في نفس الوقت كان معايا مبلغ معين من المال ان هو يكفيني لمدة 3 أو 6 شهور لحد ما اقفل ديل وينزل لي الكوميشن. فالفرق ما بين البروكر والمطور، اول حاجة هي ان البروكر ما بيعتمدش في شغله على السالري او على الراتب، بيعتمد حصرا على الكوميشن. الا بعض الشركات البروكرج هي بتدي راتب، وطبعا ولكن انت ما بتكونش معتمد على الراتب ده، وفي اغلب الاحيان هم بيخصموا منك الراتب ده اول ما بتدخل لهم الكوميشن. لكن الوظيفة تعتمد اعتماد كلي على الكوميشن. تاني حاجة انت بتختار، يا اما لو انت بروكر بتختار يا اما هتتخصص في السوق اللي هو البرايمري او سوق العقارات تحت الانشاء، او هتتخصص في السوق الثانوي او اللي هو سوق العقارات الجاهزة. الفرق ما بين سوق العقارات الجاهزة ان انت طبعا بتتخصص في منطقة معينة، لان السوق بيبقى فيه اماكن كتير جدا، بيبقى فيه مباني كتير جدا، مناطق كتير جدا. فلو انت ما تخصصتش هتستنزف كل قواك. لان تخيل كده مثلا معايا ان انت عندك مثلا وحدات في الداون تاون، وعندك وحدات في الجي بي سي، وعندك وحدات مش عارف ايه، فانت بتفضل رايح جاي. حد عايز مثلا يشوف وحده هنا، بتروح معاه. عايز يشوف واحده مش عارف الناحيه التانية من دبي برضه بتروح معاه، وتفضل رايح جاي رايح جاي، فبتتعب وفي الاخر تلاقي نفسك ما وصلتش لاي حاجه في النهايه. في حين ان انت لما بتكون مركز في منطقه واحده، دلوقتي لما يجي حد يسالك مثلا على اذا كان عندك اوبشنز او خيارات، بيقول لك وريني الخيارات المتاحه عندك في المكان ده، فتقدر ان انت توري له مثلا خيار هنا، خيار جنبه، خيار ثالث جنبه. بالتالي بتزود فرصك في ان انت تبيع او ان انت تقفل الديل، بس مجرد ان انت مركز طاقتك في مكان واحد. فده البروكر اللي هو بيركز على الثانوي او اللي هو السكندري او العقارات الجاهزه. طبعا الكوميشن يعني بناء على القوانين اللي في الدوله بيبقى 2% من الشاري، وفي بعض الاحيان على حسب المجهود بتاعك طبعا بيبقى برضو ممكن 2% من البيع كمان. وانت وشطارتك بقى، لو انت مثلا جبت له ديل حلو مثلا، لو هو كان مثلا عايز الشقة دي مثلا بمليون ومية ولا مليون ومتين، وانت عرفت تجيبها له مثلا بمليون ومية، فبتقدر ان انت تحصل مثلا مبلغ ازيد او كده. في بعض الاحيان بيسموه توب اب، او ان انت مثلا لو هو طلب منك شقة بمليون ومتين وانت لقيت البايع عايز يبيع بمليون، فانت ممكن تقول له انا لقيت لك حاجة ارخص بس هاخد جزء منها. لو وافق بتعمل الديل. طبعا ده كله بناء على التفاوض ومهاراتك في التفاوض اللي انت بتحصل عليها لما بتقرا عن التفاوض وبتتعلم وبتسأل الناس اللي عندهم خبرة في الموضوع ده وكده. لو انت ما عندكش المهارة دي في الاصل، طبعا في ناس لو عندهم المهارة دي بيبقوا يعني مولودين بيها او مروا في طفولتهم بحاجات خلتهم يطوروا المهارة دي، فدي بتنفعهم في المجال ده. فدي اول حاجة. تاني حاجة العقارات اللي هي تحت الانشاء، وده الوظيفة الرئيسية بتاعتك بتبقى انت كمستشار في ان انت
بتبقى مش محدد مع مطور واحد، بيبقى عندك خيارات كتير، عندك مطورين كتير بتشتغل معاهم، عارف الفروقات ما بينهم، عارف ايه مميزات وعيوب كل مطور، وعارف كمان ازاي تفيد المستثمر ده بانك تديله بالظبط الحاجة اللي هتنفع معاه، او الحاجة اللي هو عايزها بالظبط، بانك تعمل كواليفاي للعميل، او ان انت تسأله وتقعد كأنك بالظبط انت يعني واحد صاحبك عايز يشتري، فانت بتسأله طب انت الحاجة دي مثلا عايزها في ايه، طب مثلا ممكن ايه انسب مثلا رينج سعر مثلا ممكن ندور فيه، بحيث ان احنا نعرف ندور فين كده. تفضل تسأله اسئلة بحيث ان انت يبقى عندك كل المعلومات اللي انت محتاجها ان انت تجيب له الحاجة المناسبة ليه. طبعا اول ما تجيب له الحاجة اللي هو طالبها بالظبط، هي دي الحاجة اللي هو هياخدها. فالفرق ان انت هنا بتبقى مستشار، انت هنا لازم تطور علمك بالمناطق، يعني المناطق ككل، تشوف المنطقة اللي هيطلع فيها المشروع دي مثلا ايه المستشفيات اللي جنبها، ايه المباني، ايه الجامعات، المدارس، المترو، الحاجات دي كلها. اذا كل ما كانت متوفرة كل ما كان احسن، وكل ما كان الاستثمار كويس. وطبعا على حسب المطور بيكون الكوميشن. بس الفكرة ان انت لازم تضيف قيمة، من غير ما تضيف اي قيمة للعميل انت كده يعني ما تستحقش الفلوس بتاعة الكوميشن دي. لازم تفكر الموضوع مش حظ، الموضوع كله دراسة وقيمة حقيقية. فانا دلوقتي مش بسأل نفسي ايه القيمة اللي اقدر اقدمها للعميل ده، مش عشان يشتري، عشان انا فعلا عايز ادي قيمة. اللي هو ايه، كل ما يعني ما بتدي قيمة انت كأنك بتزرع بذرة، فتقعد تزرع 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 تزرع، بالتالي بعدها بفترة بتبدأ وقت الحصاد، ان انت بتحصد ما زرعت. وما بتحصدش في العادة بس اللي انت زرعته بالظبط، بتحصد اكتر بكتير. فده السيستم بتاع المبيعات عامة هو زي سيستم الزراعة او نظام الزراعة بالظبط، باختلاف بس الادوات اللي انت بتستخدمها والافعال وكده، لكن السيستم يعتبر كله واحد. فده الفرق. طبعا الكوميشن بيبقى على حسب المطور. في مطورين بيبقى الكوميشن بتاعهم مثلا حوالي 5% من قيمة البيع، في 6%، في 4%، على حسب. طبعا دي لو انت بتبقى شغال مع شركة بتبقى بتتقسم مع الشركة، فالشركة مثلا بتاخد 2.5% وانت بتاخد 2.5%. طبعا الشركة بتكون صارفة اعلانات، صارفة ماركتينج، عاملة يعني برضو مدية قيمة بالطريقة بتاعة الشركة. كل واحد بيدي القيمة بالطريقة بتاعته. انت بتبقى مدي القيمة برضو وقتك وجهدك، وان انت بتقعد بتعمل بحث وكده، وتبقى مذاكر كويس بحيث لما يجي لك العميل هو هيستفيد فعلا منك. فده الفرق ما بين البروكر. وقسمت لك البروكر لقسمين، قسم اللي هو العقارات الجاهزة، والقسم بتاع العقارات اللي تحت الإنشاء. ده كبروكر. طيب نيجي كمطور. طبعا كبروكر قاعدة الجماهير المستهدفة أو قاعدة الزبائن المستهدفة بالنسبة لك هي المشترين مباشرة، فبتتعامل مباشرة مع المشترين، وده اللي اسمه your target audience أو الجمهور المستهدف بالنسبة لك. فبتشوف بقى بتخرج في أماكن، بتروح تتعرف على ناس بهدف ان انت تلاقي مشترين جدد. والميزة هنا ان انت ما عندكش اي ليميت، اي بادجت مثلا او اي ميزانية معينة. انت ممكن تروح اي مطور بالميزانية المناسبة بتاعة العميل وتجيب له المنتج اللي هو محتاجه بالظبط. وهو بيستفيد طبعا ان هو يتعامل معاك، لان انت بتبقى يعني زي ايده اليمين في المكان. فاي حاجه مثلا تحصل ممكن تروح بالنيابه عنه مثلا تجيبها له او تخلصها له او كده. فده القيمه اللي انت بتقدر تقدمها. كمان بعد ما بيستلم العقار بتقدر انت تقول له ان انت هتبيعها له او ان انت هتأجرها له، وانت اللي هتكون مسؤول. ولازم تبين له ان انت قد المسؤوليه، ان انت شخص قد المسؤوليه، وان انت هتكون موجود. مش مثلا يجي يكلمك
ما يلاقيكش، او يجي يكلمك يلاقيك مثلا مشغول بتحتفل في مكان او كده، لازم تبين له ان انت هتبقى قد المسؤوليه طول الوقت. طبعا اكيد كلنا بني ادمين وبنحتاج اجازات ونحتاج بريكس وكده، بس لازم تكون انت مجهز من قبلها، مثلا حاطط حد مثلا مكانك وكده. من نوع من انواع المسؤوليه. البيزنس ده لازم تكون فيه شخص مسؤول، عشان كده انت بتتطور، بتبقى الشخص اللي انت بتبقى عليه بتبقى شخص يعني عظيم جدا. انت فعلا بتحتاج تطور المهارات دي، ولو ما طورتهاش يعني مش هتنجح بمنتهى البساطه. كمان الموضوع ده بيقربك جدا من ربنا. انت بتبقى ايه؟ انت ما تعرفش بكره فيه ايه، وافعالك بتحس النتيجه بتاعتها يعني بشكل كبير جدا، غير لما تكون انت مثلا بتاخد راتب كل شهر مش فارق معاك اصلا، حتى لو ما عملتش الشغل برضه هتاخد نفس الراتب. لا، انت كل فعل بتعمله بتشوف النتيجه بتاعته، كل دعاء بتدعيه بتشوف النتيجه بتاعته. فده الكلام ده بيقربك جدا ايه من ربنا. تمام؟ ده اول جزء. تاني جزء هو المطور العقاري. ايه الفرق ما بين البروكر وشغل المطور؟ اول حاجه ان المطور والشخص لما بيشتغل مع مطور، المطور طبعا بيكون محتاج خبره، بيكون محتاج شخص عنده خبره، عنده فعلا محقق مبيعات. طبعا كل الناس اصحاب البيزنس بياخد بالنتيجه، وعايز يشوف انت هتعمل له نتيجه ولا لا، او عملت نتيجه قبل كده ولا لا. فكله بياخد بالنتيجه مش بالكلام. محدش بياخد بالكلام في اي بيزنس من البيزنس. فعشان كده انت لو ما فيش عندك نتيجه سابقه، انت ممكن توعد. يعني انت ممكن تقول انا ممكن اكون ما عنديش نتيجه، المهم تكون صريح طبعا، ممكن اكون ما عنديش نتيجه سابقه، بس اوعدك ان انا هعمل كل اللي في طاقتي، كل اللي اقدر عليه ان انا اثبت لك ان انا قد الشغل ده، وتسكت. فالموضوع ده هيخلي اي حد يقبل بيك، واي حد يشوفك ان انت فعلا اهل للثقه، وان انت هتكون قد المسؤوليه، لان مفيش حد بيقول الكلام ده الا وبينجح. طيب، فدلوقتي انت كشخص شغال مع المطور، بيكون التارجت اودينس بتاعك او الجمهور المستهدف بتاعك هو البروكر، هو الشخص اللي هو بيتعامل مع العملاء. بس انت بتكون ما بتتعاملش مباشره مع العملاء اذا ما اخترتش. يعني كل الموضوع بيبقى اختياري، انت يا اما تتعامل مع العملاء او تتعامل مع البروكر. طبعا لو اتعاملت مع العملاء الموضوع بياخد وقت اطول، ولكن برضو العائد بتاعه اعلى. لو اتعاملت مع البروكر الموضوع بياخد وقت اقصر، ولكن العائد بيبقى اقل شويه، ولكن العدد بيبقى اكتر. فانت مثلا لما اكون مثلا بكلم مثلا 100 بروكر او 100 وسيط، كل وسيط مثلا بيكلم 100 برضو عميل، فبلاقي ان انا عملت عدد كبير جدا، قاعده جماهيريه كبيره جدا، مجرد ان انا بس يعني ايه تارجت الوسيط. في حين ان انا لو كلمت مع العميل، ال100 عميل اللي هكلمهم 5 منهم هيكونوا مهتمين، واحد بس اللي هيشتري. وهي دي النسبه المعروفه في العقارات، ان انت كل 100 شخص بتكلمه 5 منهم مهتمين وواحد بس اللي بيشتري. فانت لما الشخص ده بيشتري بتقسم بقى المبلغ ده على عدد العملاء. تمام؟ فمثلا لو نفترض مثلا الكوميشن بتاعك مثلا 100,000، فكل عميل اداك 1000 درهم. هي دي الحسبه اللي بنحسبها. بالنسبه للكوميشن، طبعا الكوميشن بتاع المطور بيبقى اقل بكتير، ولكن الفوليوم بيبقى اكتر، العدد بيبقى اكتر زي ما انا شرحت لكم. وانت بتبقى ما بتبيعش اللي هو منتج واحد فقط، بتبيع منتج واحد، مركز على منتج واحد، وده برضه بيفيدك. التركيز مهم جدا جدا جدا، سواء كنت وسيط او كنت شغال مع مطور. فبتقدر ان انت تطور من مهاراتك اكتر، تطور لان انت بتعمل عدد ميتينجز كتير جدا، فبتقدر تشوف انت عملت ايه غلط المره اللي فاتت عشان تصلحه المره الجايه، وهكذا. المميزات بتاعه المطور ان انت طبعا في مرتب، في راتب، وده بيكون طبعا معظم الوقت ان انت دفعت الثمن، ان انت جربت ده. ودي اقوى حاجه، ان انت تكون حطيت رجلك مكان رجل الشخص اللي انت بتتعامل معاه اصلا، بحيث ان انت تقدر تعرف انت ازاي تفيده. زي مثلا لما انت يكون الكوميشن اتاخر عليك كبروكر، فلما بتبقى مع مطور بتكون حاسس بالحاجه دي، وفاهم يعني ايه ان الشخص الكوميشن يتاخر عليه، فبالتالي بتركز ان انت تساعده. لان طبعا
الحسنه ب10 امثالها، ولما تعمل حاجه لحد هتترد لك تاني بنفس الدرجه بنفس القوه، بل 10 اضعاف. دي حاجه مهمه جدا برضو تعرفها في البيزنس، ان جزاء سيئه بمثلها وجزاء الحسنه ب10 امثالها. فانا لو مثلا اخرت حاجه فلوس على حد، فاستحق بالتالي ان فلوسي انا تتاخر. ودي حاجه حصلت معايا شخصيا، انا دايما بسال انا ليه الكوميشن بتاعي بيتاخر، ليه فلوسي بتتاخر. فاكتشفت ان انا ما بتجيلي فواتير، ما بتجيلي حاجه كنت باخرها. فلما اكتشفت ان انا بعمل الحاجه دي غيرت تماما، بقيت اول ما بتجيلي فاتوره بدفعها فورا عشان فلوسي ما تتاخرش. فهي دي ده الوعي. مهم جدا يبقى عندك وعي تشوف انت بتعمل ايه. والميزه ان كل حاجه بتحصل لك، كل الاشخاص اللي حواليك عباره عن مرايه بتعكس لك انت بتعمل ايه غلط. ودي حاجه حلوه جدا، ان انت بتقدر تشوف الشخص ده بيعاملني كده ليه. انا ما تسالش بقى هو بيعمل كده ليه، لا اسال انا بعمل ايه مخلي الشخص ده موجود في حياتي بيعاملني بالشكل ده. ده اللي هو ايه، ان انت معترف ان كل حاجه حواليك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كل حاجه حواليك هي انعكاس للي جوايا. فانا بعمل ايه مخلي ان في شخص في حياتي بيعاملني بالشكل ده. ده هيخليك تفهم حاجات كتير. طلعنا بره الموضوع شويه، بس بالنسبه زي ما قلت لكم، بالنسبه للمطور الاستقرار احسن طبعا. انت بتبقى عارف ان في راتب جاي وكده، و مع الوقت بقى بتبتدي ان انت طبعا لما بتكبر وكده تقدر ان انت بقى تجيب عقار او تشتري عقارات او تكون عندك دخل ثابت. ساعتها انا انصح طبعا لو انت تكون وسيط عقاري يكون عندك دخل داخلك من اي مكان، دخل ثابت، استثمار شخصي او اي حاجه زي كده. ساعتها تبقى الوساطه تبقى ممتازه بالنسبه لك، لان انت مهم ان انت ما تحسش ان احتياجاتك الاساسيه مش قادر توفرها عشان تعرف تركز. ف ده كان الفيديو اللي اتطلب مني. تمام. زي ما قلت لكم الكوميشنز بالنسبه للبروكر، بالنسبه للمطور اسف، بتكون اقل بكتير من الكوميشن بتاع البروكر، ولكن ده طبعا عشان الفوليوم بيبقى اكتر، عدد الميتينجز بيبقى اكتر. اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد. اكتب لي في التعليقات عايز تعرف ايه الفيديو اللي جاي، واكتب لي انت بتتفرج على الفيديو ده منين. مهم جدا بالنسبه لي ان انا اعرف. ولما اشتركتش في القناه انت يعني انا بتكلم معاك بشفافيه وبقول لك حاجات عشان تفيدك، فدي الاستفاده اللي انت هتستفيد بيها اذا اشتركت في القناه. اشوفكم على خير.